السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال قصص جميلة للأطفال، قصص كلها خيال في خيال، مليانة حكايات للولاد والبنات. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا اشتراك، لايكات، فعلوا الجرس، واستنوني في قصة جميلة جميلة جميلة. قصتنا النهاردة بتحكي، ولا استنوني بعد لحظات هرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مع قصة جميلة، وقصتنا النهاردة بتقول الأرنب الذكي والثعلب المكار. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر مولى الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان في ثعلب، الثعلب دوت عنده مزرعة بيهتم بيها وبيزرعها كل انواع الفاكهه وكل انواع الخضروات الجميله. وكان ساكن جيرانه ارنب. الارنب دوت ما كانش بيسمع كلام مامته تقول له ما تطلعش بره البيت، يقول لها يا ماما انا هطلع وامر الله. كل يوم يطلع ويلعب في الجبال ويلعب في الجنينه ويلعب في الشارع، ويرجع اخر اليوم تعبان لمامته مريم بطنه مليانه كانت كده. مامته تقول له يا ارنوب طلعت من غير اذني؟ قال لها معلش يا ماما انا بحب اتفسح. واكلت؟ قال لها اكلت كتير يا ماما. قالت له خلي بالك كل من كل حته الا جنينه الثعلب. قالت لها ليه يا ماما؟ قال لها الثعلب مكار، لو شافك وانت بتاكل مش هيسيبك. قال لها لا يا ماما انا ذكي، عمر الثعلب ما هيضحك عليا. تاني يوم الارنب صحي وهو نشيط وراح نفس المكان. فضل يدور على جنينة الثعلب. دخل جنينة الثعلب لقيها مليانة جزر وكرنب وخضار وفواكه، تفاح، موز. فضل الله الله الله، فضل محضار الأرنب ياكل ايه. فجأة نزل في الكرنب، أكل في الكرنب كتير 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 وملى بطنه وروح. رجع الثعلب بيفتح الجنينة لقي منظر الكرنب متقطع. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ فضل ينادم على جيرانه الحقوني الحقوني الكرنب. قالوا له محدش فينا دخل، بس احنا شفنا ارنب. الارنب كان طالع نحسبه انت كان معاك. قال لهم لا، الارنب ده مين؟ الارنب ده بيلعب كل يوم في حوالينا في الجرايد. فكر في فكره وقال لازم انتقم منه، واما انتقم منه ابقى انا فرحان، لازم اعمل له خطه. فكر الثعلب في خطه. عارفين عمل ايه؟ استنوني لحظه اقول لكم عمل ايه. رجعنا لكم تاني، وعمنا الثعلب فكر في فكره. فكر في ايه؟ فكر ان هو يعمل تمثال لولد، والتمثال ده من جدران. الجدران دي حاجه سودة وبتلزق. عمل التمثال وصممه وحطه جنب الكرة. جه تاني يوم الأرنب فضل يلعب ودخل جنينة الثعلب. شاف التمثال ده اللي هو على هيئة طفل قاعد جنبيه. فضل يقول له ازيك يا حبيبي يا صبي يا صغير، ما ردش عليه. قال له يلا نلعب مع بعضينا، ما ردش عليه. اضحك طيب يا صغير، ما ردش عليه. الارنب قال له ايه؟ انا هفضل طول الوقت اتكلم وكنت ما تردش؟ لا انت لازم ترد عليا. رفع ايده وضرب مين؟ التمثال. اول ما ضرب التمثال ايديه لزقت. يا ابوي سيب ايدي سيب ايدي، حرام عليك سيب ايدي. طبعا التمثال ما ردش عليه. قال ازاي؟ ده انا لازم اضربك. ضربه بايده الشمال اتلزقت التانية. سيب ايدي سيب ايدي سيب، حرام عليك ايدي، سيب حرام عليك ايدي يا طفل يا شقي يا وحش. قال له مش هتسيبني هضربك برجلي. طبعا التمثال ما ردش عليه. ضربه برجليه الاتنين، رجليه لزقت في التمثال. قال له مش هتسيبني؟ سيبني. بيضربه ببطنه كده بكرشه عشان يطيره، كرشه التاني لزق.
بيجي الارنب ايديه الاتنين ورجليه الاتنين وجسمه معمول ايه؟ مشبوكين. فجأة دخل الثعلب، قال له اهلا بالضيف الحرامي. قال له ازيك يا ثعلب؟ قال له ازيك يا ارنب يا اللي خدت الكرنب بتاعي امبارح، فاكر نفسك؟ انت فاكر اللي انت هتضحك عليا؟ انت فاكر ان الثعلب المكار ما عندوش حيلة؟ انا لازم اعذبك. الارنب قال له هتعذبني ازاي؟ قال له انا هشويك. خاف الارنب بس في لحظة فكر، قال انا اعمل ايه؟ قال ابين نفسي ان انا مش خايف من النار. قال له طب يلا بسرعة يا ثعلب، هات الحطب وهات النار وشويني، انا بحب اشاوي، انا بحب اتشاوي. الثعلب اتغاظ وقال له انت بتحب النار؟ ايوه انا بحب النار، بس انا كنت خايف. قال له خايف من ايه؟ قال له خايف لا ترميني في الشوك اللي قدام هناك ده. قال له انت بتخاف من الشوك؟ قال له ايوه بخاف اوي. قال له خلاص انا مش هشويك في النار، انا هرميك في الشوك. قال له ما ترمينيش في الشوك، ما ترمينيش في الشوك. طبعا الارنب بيضحك، ما ترمينيش في الشوك، ما ترمينيش في الشوك. الثعلب المكار سحب الارنب من التمثال ورماه على الشوك. الارنب نزل وقال وضحكت عليك يا ثعلب يا مكار، انت مش مكار انت حمار. وطار الثعلب وقال له انا من زمان بحب الشوك ومتربي في الشوك. وراح الارنب لامه وحكى لها الحكايه وقالت له عشان تسمع كلامي. قال لها يا ماما انا هسمع كلامك على طول. وتوته توته ترغب الحدوته حلوه مش ملتوته. لو عجبتكم الحكايه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. السلام عليكم.